كاريزما الصمت. يعني ايه كاريزما الصمت؟ هقول لكم. انا اسراء عثمان، استشاريه علاقات زوجيه. اللي عايز يبعت استفسارات او يحجز جلسات يبعت على الانستجرام. ويلا بينا. الصمت مطلوب جدا في حالة ان الشخص اللي قدامك يحب يهاجمك، وده هيحصل معاك كتير قوي. لما تبرر ده دليل على ضعف موقفك، ولما تسكت خالص ده دليل على انك سايب اللي قدامك يطلع كل الشحنة اللي جواه، لانك كبير وقادر تصبر. دايما في الخناقات الناس بتتراشق بالالفاظ، جملة من هنا وصادها جملة من هنا، كلمة من هنا وصادها كلمة من هنا. لكن العزيز الراسي بقى بيعمل ايه؟ حد جاي يتناقش معاك قول له اتكلم انت الاول، انا عايز اسمع. فاللي قدامك يا اما ما عندوش حاجة يقولها، يا اما هيقعد يقول 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 يقول، وبعدين قولي له او قول له الكلمة السحرية. ماشي معاك حق، ايه طلباتك؟ الكلمة دي تحط اللي قدامك في كورنر انه خلاص طلع كل اللي جواه، وقد ايه انت رزين وهادي وما قعدتش تدافع، وهو صغر قدام نفسه وطلع هو الكلامنجي الرغاي. فهتلاقيه يقول لك طب حتى قول لي كلمة، قول لي ما تزعلش. هتقول له ما تزعلش، انت غالي عندي، خلاص صافيه لبن حليب يعيش. ويبقى كده انت او انتي نهيتوا الموضوع في كلمه ونص. لكن التبرير الكتير مش صح. اوعى تبرر. لما تبرر ده معناها ان انت فعلا معترف ان اللي قدامك كلامه صح، بس ما تسكتش خالص، ترد تقول كل الكلام اللي انت قلته مش صح نهائي، بس لو انت عارفني كويس مش هتقوله. وسيبه بقى لدماغه يقعد يخبط راسه في الحيطه ويبقى عايز يعرف هو ازاي اصلا قالك حاجة زي دي، وهل هو صغر في نظرك ولا لا. وده هيخليك طول الوقت عالي، ومش هيخلي اي حد في الدنيا يقدر ياخد عليك بونت.